السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الأخير من سلسلة احتراف الجزارة والنظافة والهاش ACCP. وصلنا اليوم إلى مرحلة مهمة بزاف، ماشي مرحلة تقنية فقط ولكن مرحلة العقلية والمسؤولية. طوال هاد الدروس تعلمنا كيفاش نذبحو، نسلخو، ننظفو، نراقبو المخاطر، نطبقو الليجيان والهاش ACCP ونحافظوا على جودة اللحم. ولكن اليوم غادي نهضروا على السؤال الأهم: شنو هو الاحتراف الحقيقي في حرفة الجزارة؟ واش هو السرعة ولا القوة ولا كثرة الزبناء ولا هو الضمير، المسؤولية والخوف على صحة الناس؟ هاد الدرس غادي يكون خلاصة لكل ما سبق وخلاصة للتجربة ديال الجزار المحترف. الاحتراف يبدا من العقل قبل اليد. الجزار المحترف ماشي هو اللي يقطع مزيان فقط، هو اللي يفكر قبل ما يقطع، يفكر في صحة الزبون، يفكر في سلامة اللحم، يفكر في نظافة المكان، يفكر في السمعة ديالو المهنية. قبل ما تمس اللحم بيدك خاص عقلك يكون حاضر. واش يدي نظيفة؟ واش الأدوات ديالي نظيفة ومعقمة؟ واش المكان صالح للعمل؟ الاحتراف هو أنك ما تخدمش بعاداتك فقط، ولكن تخدم بوعي ومسؤولية. الجزار مسؤول على صحة الناس. أي خطأ صغير يمكن يسبب مرض كبير، أي تهاون بسيط يمكن يضيع ثقة ديال سنين. منين كتخدم في اللحم راه كتخدم في صحة الأطفال والآباء والمرضى والناس كاملين اللي غادي ياكلوا من هذا اللحم. الجزار المحترف كيقول في القلب ديالو: هاد اللحم غادي يدخل أجساد الناس وأنا مسؤول أمام الله وأمامهم. الاحتراف هو الاستمرارية، ماشي لقطة وحدة. الاحتراف ماشي أنك تكون نظيف في الكاميرا وتكون مهمل من بعد. الاحتراف هو أنك تكون بنفس المستوى قدام الزبون، بعيد على الكاميرا، في كل خدمة وكل ذبيحة وكل مناسبة. هذا هو الفرق ما بين الجزار اللي كيظهر محترف وجزار هو محترف فعلا. الاحترام هو أساس الثقة. احترام الزبون، احترام المكان، احترام الحيوان، احترام الحرفة. الجزار المحترف ما يستهزأش، ما يحتقرش الزملاء ديالو ويقول هذا ما جزار ما والو، هذا ما كيعرفش يسلخ، كيف ما شي وحدين عندي في الكومونتيرات اللي انا المحتوى ديالي هو النظافة والهاش ACCP. هما تيبقاو يدخلوا شي كومونتيرات بعادين على المحتوى، يعني بنادم فيه الاستهزاء وفيه الاحتقار بزاف. والجزار المحترف ما يبررش الخطأ وديما مستعد يتعلم ويصحح. والجزار المهني ديما كيخصو يطور من النفس ديالو، او واجب عليه يطور من النفس ديالو. العالم كيتطور والمعايير كتغير والصحة العامة كتزاد تعقيدا. الجزار المحترف يتعلم باستمرار، يطور الأدوات ديالو، يطالع على المعايير الجديدة ويسعى دائما يكون أحسن من البارح. الجزار ماشي غير سكين ولحم، الجزار مسؤولية، أمانة، ثقة وأخلاق. والجزار الحقيقي هو نضيف في يدو ونضيف في عقله ونضيف في قلبه ومسؤول على العمل ديالو. وصلنا للخاتمة الإخوان، ووصلنا للنهاية ديال هذه السلسلة، ولكن في الحقيقة هذا هو بداية الطريق الحقيقي. إلا تعلمتي شي حاجة وحدة من هذا الدرس لا من هذه الدروس فليكن هذا: الاحتراف ليس مهارة فقط، بل أخلاق ومسؤولية وضمير. كنتمنى من كل قلبي تكون هذه السلسلة رفعت من الوعي ديال الجزارة ديالنا اللي كيتفرجوا فينا، او لا من الناس اللي كيذبحوا راسهم وكيتعاملوا مع اللحم بطريقة مباشرة، وتطور المستوى ديالهم، وتكون خلاتكم تشوفوا الحرفة ديال الجزار بعين جديدة، عين المسؤولية وعين الفخر. شكرا لكم على كل من تابعنا وشجعنا وتعلم معنا وشارك معنا،
وشكرا لكل جزار شريف كيسعى يخدم بضمير ويحافظ على صحة الناس. نختم بهذه الجملة: اللحم النظيف مسؤولية، والاحتراف التزام. والسلام عليكم ورحمة الله.